السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده رجعنا لكم في فيديو جديد من جول مشترك، وقبل أي حاجة عايزين نصلي على النبي ونوحد الله. النهارده هنتكلم عن لعيب مظلوم إعلاميا، وأنا بالنسبة لي شايفه من أحسن اللعيبة في الجيل الحالي في منتخب مصر. لاعبنا النهارده هو الغني عن التعريف، هو محمود تريزيجيه، واسمه بالكامل هو محمود أحمد إبراهيم حسن تريزيجيه. طبعا هتسألني دلوقتي هتقول لي إيه اللي دخل تريزيجيه مع محمود أحمد؟ هقول لك كل حاجه دلوقتي، بس قبل ما اقول لك عن اسمه ولقبه هقول لك كام معلومه عنه وبعد كده نخش على الاسم. وهو من مواليد 1 اكتوبر 1994، يعني عنده دلوقتي 30 سنه، واتولد تريزيجيه في مصر، بالتحديد محافظه كفر الشيخ. اما بالنسبه للمعلومه اللي انت كنت عايز تعرفها، مين اللي سماه باسم تريزيجيه؟ وهو مدرب الناشئين بدر رجب في النادي الاهلي. وتريزيجيه كان ساعتها عنده 9 سنين، واتلقب بهذا اللقب بسبب انه كان يشبه لعب الاسطوره الفرنسيه ديفيد تريزيجيه، وغير انه كان حالق نفس الحلقه بتاعته. وبدا تريزيجيه مع النادي الاهلي كمهاجم، وفي سن ال 13 حصلت قصه مع تريزيجيه كان ممكن تنهي مسيرته خالص، لان المدرب بتاع الفريق ساعتها كان بيتريق على تريزيجيه، واصحابه برضه كانوا بيتريقوا عليه لان جسمه كان صغير، وساعتها كان بيقول عليه اللي هو لا يصلح للعب الكوره. وده اللي خلاه يقعد من سن ال 13 لغايه سن 16 ما يلعبش كوره خالص. وساعتها تريزيجيه قرر انه يمشي من الاهلي بسبب اللي حصل معاه. وشاف ساعتها علي ماهر التقرير بتاع تريزيجيه لدرجه انه كان سيء جدا ومكتوب فيه انه لا يصلح للعب الكوره. فساعتها قال خد الخطوه وراح عشان يشوف اللعيب ده ازاي اتقبل اصلا في النادي الاهلي، لغايه ما علي ماهر راح وشاف تريزيجيه وشاف لعبه واقتنع بيه وقال عليه عندك موهبه مدفونه. وساعتها مضى معاه عقد في سن 16. ولو تفتكروا معايا انا قلت لكم قبل كده ان تريزيجيه بدا كمهاجم، بس علي ماهر شاف ان لو لعب في نص الملعب هيدي اكتر ويديله فرصه اكتر ان هو يلعب، وفضل على هذا الحال لعب في نص الملعب لغايه سن ال 18 وادى اداء كويس. طبعا هتقول لي طب في سن ال 18 حصل ايه؟ هقول لك دلوقتي. وفي سن ال 18 تريزيجيه صعد للنادي الاهلي الفريق الاول، واللي صعده ساعتها كان مانويل جوزيه علي ماهر، وقال عليه انه لعيب جيد ولازم يصعد للفريق الاول. واول مشاركه مع تريزيجيه مع النادي الاهلي كانت في 2012 امام نادي الزمالك في دوري ابطال افريقيا، وساعتها نزل بديل مكانه الاسطوره المصريه اللي مش هتيجي زيها تاني محمد ابو تريكه. ولما نزل ادى اداء كويس في الماتش، وده اللي خلى مانويل جوزيه يصرح يقول ان تريزيجيه من افضل المواهب والشباب اللي شافهم على الاطلاق. ووصلنا لابريل 2013، وبعد التالق الرهيب من تريزيجيه مع الاهلي جات له تجربه في نيس الفرنسي، بس هو رفض ساعتها واجل الحوار. طب اجلها ليه؟ تعال اقول لك. بسبب ان ساعتها كان في ازمه اصابات في الفريق الاول، فساعتها اجل الحوار اللي هو ما يسافرش نيس وكمل مع الاهلي عشان هو بيحب النادي الاهلي. وبعديها جاله عرض من نوتنجهام فورست، بس النادي انسحب من الصفقه بسبب ان النادي الاهلي ساعتها طلب مليون جنيه استرليني، وساعتها نوتنجهام حست انه مبلغ كبير على لاعب اعاره. وفي يناير 2015 كانت اول الجوائز الفرديه اللي ياخدها محمود تريزيجيه مع النادي الاهلي، كانت جائزه افضل لاعب في مصر في حفله البث السنوي للشباب والرياضه. وبعد مساعده تريزيجيه النادي الاهلي بفوزه بالدوري المصري سنه 2014 2015، ساعتها النادي الاهلي كان بيمر بازمه ماليه، وساعتها فكر انه يشوف العروض اللي جايه لتريزيجيه. في نهايه الموسم تعرض لاصابه بخلع الكتف وغاب لمده 6 اسابيع. وفي 6 اغسطس 2015 انضم تريزيجيه لنادي اندرلخت البلجيكي على سبيل الاعاره بمليون يورو. بالرغم ان وائل جمعه ساعتها كان المدير الرياضي للنادي الاهلي، قال على تريزيجيه انه ركيزه اساسيه مع النادي الاهلي ولازم يبقى معانا، بس تريزيجيه ساعتها فضل انه يحترف بره. وتعطل وصول تريزيجيه لناديه الجديد بسبب انه تعرض لاصابه تاني في الكتف، وراح عمل عمليه جراحيه وغاب لكذا شهر. والاصابه اللي اتصابها دي كانت في معسكر مع منتخب مصر في الامارات. والمدرب بيستيك هانز مدرب اندرلخت البلجيكي قال ساعتها انه امله خاب بسبب ان في جزء كبير من الاعاره راح بسبب الاصابه اللي اتصابها تريزيجيه. وفي شهر ديسمبر 2015 عاد تريزيجيه من الاصابه عشان ينضم للفريق والتدريبات. واول مشاركه لتريزيجيه مع اندرلخت البلجيكي كانت يوم 27 ديسمبر 2015، وانتهت بفوز اندرلخت 2-1 على ويسترلو. ونزل تريزيجيه بديل في الدقيقه 82، وبعد ما خلص الماتش المدرب قال عليه انه يتمتع بمهاره عاليه وسرعه عاليه. وكان اول مباراه يشاركها تريزيجيه كاساسي كانت امام جنت البلجيكي، وانتهت بخساره اندرلخت 2-0. كان تريزيجيه وشه حلو عليهم. وبعديها بفتره مش كبيره المدرب قال عن تريزيجيه انه مش عارف يتاقلم مع الفريق، وعشان مش متعلم لغتنا فانا مش عارف اديله تعليمات، بالرغم انه قال ان تريزيجيه لاعب مجتهد وبيأدي اداء كويس في التدريب. وفي مارس 2016
نادي أندرلخت البلجيكي فكر إنه يشتري تريزيجيه نهائي من النادي الأهلي بقيمة 2 مليون و200 ألف يورو، بالرغم إنه ما لعبش غير 7 ماتشات بس مع الفرقة. أصبح تريزيجيه تاني أغلى صفقة في تاريخ النادي الأهلي بعد فلافيو. في 2016-2017 انضم تريزيجيه لنادي موسكرون البلجيكي على سبيل الإعارة، وفي أول 7 مباريات ليه ساهم ب5 أهداف، سجل 2 وصنع 3. وقال مدرب فريق موسكرون ساعتها، قال إن تريزيجيه اللاعب الأكثر موهبة في فريقنا. وبالرغم إن تريزيجيه كان عامل اللي عليه وزيادة مع الفريق، بس ساعتها الفريق كان مهدد للهبوط للدرجة الثانية. وسجل تريزيجيه أول أهداف المباراة في المباراة الأخيرة في الموسم أمام كورتريك، وانتهت بنتيجة 2-0، وتجنبوا الهبوط بهذا الفوز الثمين. وبعد ما تريزيجيه خلص إعارته مع نادي موسكرون، رجع لنادي أندرلخت بعد ما سجل مع موسكرون 7 أهداف في 28 مباراة. ولما رجع من الإعارة، المدرب الجديد بتاع أندرلخت كان شايف تريزيجيه إنه غير منضبط تكتيكيا، وساعتها النادي عرض تريزيجيه للبيع، وجاله عروض كتيرة من الدوري التركي زي جالاتا سراي وقاسم باشا، وبرضه جاله عرض من النادي الأهلي، بس هو فضل يروح لنادي قاسم باشا على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء بقيمة 2 مليون يورو. بداية موسم 2017-2018 كانت أول مشاركته مع قاسم باشا، وسجل أول هدف ليه أمام ألانيا سبور، وانتهت المباراة بنتيجة 3-1. وأول 12 مباراة لعبها مع الفريق سجل 5 أهداف. وفي مباراة أمام بورصة سبور، تريزيجيه ساعتها خد طرد بسبب احتكاكه باللاعب، وحصلت خناقة ما بينهم، واتوقف لمدة 3 ماتشات. وبعد ما رجع تريزيجيه من طرد بماتشين، سجل هدفه العاشر، والهدف ده أصبح 7 لاعب مصري يسجل 10 أهداف في دوريات أوروبية، متخطيا عدد أهداف الصقر أحمد حسن في الدوري التركي. بعد أدائه كويس مع النادي، فعل بند الشراء عشان يشتري محمود تريزيجيه. وبعد ما مضى العقود مع قاسم باشا، كان جايله عرض من انتر ميلان، بس هنا انتر ميلان كانت عايزه تجيب تريزيجيه تمضي معاه، وبعد كده تطلعه اعاره لنادي بارما، بس نادي بارما كان ساعتها القائمه بتاعت الاجانب اكتملت. وبعد ما الدنيا ما مشيتش مع انتر ميلان، جاله عرض تاني من سلافيا براغ، بعد ما خلص معاه كل حاجه وراح الكشف الطبي، ساعتها قال خلاص انا هكمل مع قاسم باشا. وفي نهايه موسم 2017-2018 ترشح تريزيجيه لافضل لاعب في الدوري التركي، بس ساعتها اللي خدها منه كان جوميز. لو تفتكر معايا، جوميز كان بيلعب في جالاتا سراي، كان بيلعب في الهلال السعودي. في 24 يوليو 2019 انضم تريزيجيه لنادي أستون فيلا بقيمة 8 مليون و750 ألف جنيه استرليني. تعال بقى أقول لك مسيرته مع أستون فيلا كانت عاملة إزاي. وأول مباراة يلعبها تريزيجيه مع الفرقة كان أمام توتنهام، وانتهت بخسارة أستون فيلا 3-1. وأول طرد لتريزيجيه مع أستون فيلا كان أمام كريستال بالاس بعد ماتش توتنهام 3 أسابيع. وبعد رجوع تريزيجيه من الطرد، كانت أول مباراة يلعبها بعد الطرد أمام ليفربول، وساعتها سجل أول أهدافه مع الفريق، بس خسروا 2-1 للأسف. ونخش على سنة 2020 وبالتحديد 28 يناير، سجل هدف الفوز لنادي أستون فيلا في كأس الرابطة أمام ليستر سيتي، وصعدهم للنهائي، وده كان أول نهائي صعدوه منذ 2010. وفي آخر 4 ماتشات في الموسم ساهم تريزيجيه ب3 أهداف، هدفين في كريستال بالاس وهدف في أرسنال، وده اللي خلاهم يبقوا في الدوري وما يهبطوش. وفي 30 نوفمبر 2020 تعرض تريزيجيه لإصابة في الوجه أمام ويست هام، وبعديها بفترة كان هيرجع يلعب، بس للأسف اتصاب تاني في أوتار الركبة، وكان هيغيب لمدة شهر. وفي 13 يناير 2021 تريزيجيه نزل على تويتر إنه راجع تاني وهيبدأ يلعب مع الفريق. وبسبب إن المؤمن دايما مصاب، أعلن تريزيجيه إنه اتصاب بكورونا وقعد في البيت. وبعد 10 أيام من إصابته خف تريزيجيه ورجع يلعب مع الفرقة، ونزل كبديل أمام نيوكاسل، ونزل في الدقيقة 80 وانتهت بفوز أستون فيلا 2-0. ونكمل انتكاسات تريزيجيه مع أستون فيلا. وفي 10 إبريل 2021 تريزيجيه تعرض لإصابة خطيرة، وهي بتمزق في الرباط الصليبي، واتصاب بسبب تدخل ترينت ألكسندر أرنولد، وانتهت المباراة بفوز ليفربول 2-1. وبكده يعتبر انتهى موسم تريزيجيه مع أستون فيلا بسبب الإصابة الخطيرة. وفي 2 يناير 2022 تريزيجيه لعب أول مباراة مع أستون فيلا بعد عودته من الإصابة، ونزل تريزيجيه في الماتش أمام برينتفورد كبديل في الدقيقة 80، وانتهت المباراة بخسارة أستون فيلا 2-1. وفي الانتقالات الشتوية موسم 22 انضم تريزيجيه لنادي اسطنبول بشاك شهير على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، وراح الإعارة عشان كان لسه راجع من الإصابة، وكان عايز يلعب باستمرار عشان يرجع للياقته تاني. 12 فبراير 2022 كانت أول مشاركة لتريزيجيه مع الفريق الجديد أمام غازي عنتاب، وانتهت بفوز الفريق 2-0، وساعتها تريزيجيه هو اللي عمل الأسيست بتاع الجون الأول، وأنهى الموسم بتسجيل 6 أهداف في 10 مباريات. في 4 يوليو 2022 قدم طرابزون سبور عرض بقيمة 4 مليون وربع جنيه استرليني عشان يعود تاني للدوري التركي، وسجل معهم 10 أهداف وصنع 4 أهداف.
وسجل برضه هدف في الدوري الأوروبي أمام موناكو الفرنسي، وسجل برضه هدف في كأس السوبر التركي أمام سيفاز سبور، وكان من العناصر الأساسية في الفريق. شفت بعد كل عمل تريزيجيه اللي عمله ده ما خدش ولا بطولة معاهم. نخش على موسم 2023، وبسبب أدائه المميز في الموسم ده هقول لك دلوقتي عدد المساهمات التهديفية والأسيستات اللي عملها. على مدار السنة تريزيجيه سجل 15 هدف وعمل 4 أسيستات، وفي آخر مواسمه مع طرابزون سبور سجل تريزيجيه 11 هدف في 21 مباراة وساهم ب5 أهداف اللي هو أسيستات يعني. وفي سبتمبر 2024 انضم تريزيجيه لنادي الريان القطري على سبيل الإعارة، ولغاية دلوقتي مأدي معاهم كويس ومساهم بأهداف وأسيستات كتير. وطبعا المسيرة الكويسة اللي عملها تريزيجيه لازم تنتهي بحاجة حلوة لينا ولينا دي أقصد بيها جمهور النادي الأهلي العظيم. في 27 يناير 2025 أعلن تريزيجيه إنه هيعود للنادي بتاعه بتاع زمان، البيت بتاعه هو النادي الأهلي، ودي تعتبر من أهم الصفقات اللي عملها النادي الأهلي على مدار 20 سنة، وهيكون مع النادي الأهلي في موسم 2025-2026 بعقد يمتد لمدة 5 سنوات قيمة 1,600,000 يورو. وبس يا سيدي كده نكون خلصنا حلقتنا النهارده، واتمنى تكون عجبتكم. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. لو عايز نتكلم عن اي حد في الكومنت، والسلام عليكم.